اجي لهنا هود عندي عافاك هود. المهم اليوم واحد ستوري وقعت ليا كانت غادي تصيفطني للحبس بسبب اش؟ بسبب الباطل. غادي نعاود عليكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال اليوم عباره على ستوري. المهم قبل ما ندخلوا في الفيديو ديالنا بطبيعه الحال راكم عارفين غنبقى نقولها لكم تيفوت شهر 12 يعني يبدا شهر 1 ديال 2024 قبل المثالي هذا العام. يعني قبل المثالي شهر 12 خاصنا نوصلوا نص مليون ابوني. دير ابوني باش راه بقى لها شويه صاحبي، ماشي تنقربوا لهم ما نوصلوش لها صاحبي. هذيك لا صاحبي دير ابوني لايك كومونتير شي حاجه تما اللي طلع الفيديو لشي واحد اخر وصافي شكرا. قبل ما ندخلوا في الفيديو ديالنا غادي نوريكم واحد لوبسيون ذاتها هالامي. راكم عارفين هالامي طبيعه الحال غادي ندخلوا لابليكاسيون نورمال وغادي نوريكم على ماتش فيديو. هاد ماتش فيديو هذا كدوينيشن ابل فيديو مع الدريه ولا الدري اللي باغي يدو معاه نوريكم عليها بطبيعه الحال. كيطلع لكم وجه وبطبيعه الحال غادي نوريكم على ديك الصفره اللي هي الا وغادي ندويو معاه من ما بغينا. كي داير صافا؟ صافي الحمد لله. وانت؟ الحمد لله الحمد لله. هادشي اللي بغينا انا داكشي اللي بغيت. واش بدي لنا شي موضوع عاودي لنا شي نكته نكته يلا عاودها. دابا دي واحد المراه غليظه قالت الراجل عطاني 30,000 درهم نمشي ندير عمليه قفل المعده، ويقول لها عرفتي انت خصني نعطيك 30 درهم تمشي الباقي في الكوزينه. المهم كيف مشوا معايا دابا دوينا ابل فيديو في لابليكاسيون ديال هالامي بكليك وحده صافي تقدر تدوي مع بزاف ديال الدراري وديال البنات في نفس الوقت الملايين. وكاين واحد لوبسيون هو انك واخا تدوي ابل فيديو تقدر ما تبانش نتايا ما تبانش تدوي ابل فيديو نورمال عاد. خلي الميزات الاخرى اللي كاينين في هالامي المطابقه الصوتيه وشلا حوايج دوي مع بنادم يطلع لك داكشي عشوائي. تقدر تلعب واحد اللعبه ديال حقيقه ولا مزيف بطبيعه الحال تما كتكون واحد المناقشه مثيره شويه. المهم تيليشارجيو هالامي راه كاينه في الاب ستور بلاي ستور وخليونا ندوي مع بعضياتنا نكملوا الفيديو دابا. كيف ما قلت لكم هاد ستوريا وقعت ليا طيحوا لي الباطل. واحد الباطل يا اخويا طيحوا ليا ما يمكنش في المغرب دير الحاجه ولا ما ديرهاش الا جات فيك الضربه غادي يدوروا لك كاملين كتسمى ما مزيانش. وكنلاحظوها بزاف في السوشيال ميديا شي جوج كيتضاربوا مرا وراجل ولا واحد ووحده ولا واحد وواحد ولا وحده ووحده. المهم اللي كيخرج فيهم من الاول وكيبقى يقول لكم بالله راه داك السيد ما مزيانش وهاد كتهود الكومونتيرات كتلقى كلشي كيسب في داك خونا واخا داك خونا ما سمع ليه حتى شي واحد. يعني بنادم كيطيح الباطل على شي واحد باقي ما سمع ليش وما شاف والو غير سمع واحد كيعاود عليه بالخيب. علاش حنا دايرين هكا؟ راه القاضي ملي كتمشي للمحكمه كتوقف قدام القاضي انت ضحيه واللي حداك مجرم والقاضي شنو كيدير كيسمع لك انت والمجرم واخا الاخر عارفه مجرم حتى هو كيسمع ليه. يعني نتوما ما عارفين شكون اللي فيه الديفو كتسمعوا ماشي نتوما بطبيعه الحال نتوما اللي كتفرجوا فيهم بطبيعه تكونوا اذكياء ما جيناش قلنا دكاتره غير هكاك. المهم نعاود لكم بحال الخرافه اسيدي. واحد النهار ماشي ببعيد غير قريب كنت غادي بطوموبيل عادي فهمتي واحد الغرض ورجع للدار تمتم فهمتي خفان زربان صافي قضيت داك الغرض وتميت غادي للدار كلشي مزيان حتى لهنا كلشي جميل. نتوما عارفين دوك صحاب الثانيه ماشي كلشي ولكن راه خويا فيهم شي طيران وهما دوك صحاب الطرون طروه كتكون غادي طريق خاوي واخا تكون غادي في الصحراء اتي يخرج لك منين الله اعلم طاح ما عرفتش. هما دايرين بحال هكاك صحاب الثانيه والطرون طروه يا كيطيروا يا خو ماشي كلشي باش ما تجيوش تقولوا لي تما كتجمع. هي هذيك انا كنت غادي وكاينه واحد الكرواز ما فهمتي انا كنت غادي نجي وندور وداير الثانيه واحد مول الثانيه في بلاصه ما يشد اليمين طريقه موطور صغير طريقه اليمين موطور كبير طريقه عاديه الوسط. مول الثانيه انا باغي ندور وداير الثانيه هو جا ما عرفتش يخرج نضرب ليه هو يعوج لي المرايه هو يفراني فهمتي. طبيعه الحال ملي كتوقع شي كسيده بحال هكا كتبدا شويه المناقره ماشي المناقشه النقير شفت بحال هكا بانت لي المرايه طرد كتعواجت بحال هكا لقدام بحال قلت له وا صاحبي راه طريقك راه اليمين صاحبي نتوما موطور صغير ماكينه صغيره طريق اليمين صاحبي علاش كتمشيو من اليسار واصلا اليسار واخا موطور كبير ما تمشيش اليسار طريق واحد اللي كاينه ما كاينش اليسار صاحبي كاين الوسط صافي موطور كبير حتى هو ما خصوش يبقى يزيكزاك يا صاحبي واخا فهموا هذا الشيء هذا صاحبي غندير شي فيديو على هادشي ديال البيرمي والزبل هذا راه كتعصبوني. المهم قلت ليه هو سير دوز صاحبي من اليمين راه طريقك من اليمين صاحبي علاش دايز لي من هنا انت طرطقش لينا المرايه قال لي لا بغيت ندوز من هنا كيخرج في عيني. وبطبيعه الحال انا منين ندوش ما ندوش مع بديك اللعبه ديال تخرج العينين علاش هو بغى ياكلني بغى يضرب عليا فهمتوا. انا صافي شفتو قال بحال هكاك هو تما الطوموبيل سديت الباب بانت لي المرايه شفت واش ما طرد الطوموبيل والو غير المرايه طردقت فهمتي دارت ليه شفت بحال هكاك. بطبيعه الحال ملي كتشوف شي ضربه بحال هكا راه الطوموبيل داير بحال بنتك ولا مرتك ولا شي حاجه صاحبي كان عليك دوز عاود قلت لي نفس الهضره كندوز من اليمين قال لي لا انت مالك انا باغي ندوز من هنا قلت له راه موطور صغير صاحبي راه ماشي طريقك هذه راه يجي دابا الا بغيت نقيد معاك انا دابا وانت اللي فوتي موطور صغير ما كيمشيش من اليسار صاحبي وانت غادي اصلا نيشان شد اليمين صاحبي وسير نيشان اليسار وغادي انت
راه بحال هذوك اللي كيكونوا غاديين في الرون بوين شاد اليمين ديالو باغي يدور على اليسار ولا شاد اليسار باغي يدور على لا صاحبي السوق ما دايرش بحال هكا لا هذه ماشي حياه هذه فين شديتو البيرمي صاحبي. المهم بقيت معاه في المناقرات هو حسيت به حيت انا منين كندوي ماشي كندوي ديك الغوال انا كندوي بالشويه فهمتي عادي نورمال الهضره ديالي. هو حسيت به بغى ياكلني حيت هو شويه طويل عليا وعامر حسيت به بغى ياكلني دارني في كرشو حيت هو بدا كيخرج في عينيه وانا كندوي معاه بالشويه لا صاحبي وهادي التنكدن. هنا في هذه المرحله هذه ما كان مجموع حتى شي واحد يعني ما كانش جوج قله ما كانش بنادم غير انا وياه فاصا اللعيبات يعني بنادم ما عارفش شنو وقع. واحد اللحظه بعات عليه هو يجي واحد الراجل بدا كيفك ماشي كيفك فينا زعما هاني الله يرضي عليكم هادشي كيوقع زعما فهمتي انا راه ما والو راه هو حيت شافو هو بغى ياكلني فهمتي حيت واحد اللحظه بدا كيغوت انا بعاتو اللعيبات واحد اللحظه هو يقول لي سير طبيعه الحال فمي انا ما يقدرش يسد فمو عايرني هو جاوبته بمعيوره عادي حيت راه ماشي شي واحد الا دوا معاكم بالشويه تاكلوه عنديش هذه في قاموس المفاهيم ديالي انا غير كنبغي نهرب من المطايفات بقيت كنحمل الدار ولكن الا جابها الله مرحبا ناكل معك الطراف. ايوا سيدي انفو انا ماشي انا فمي حيت فمي ما كيعرفش يسد فمو منين نسمع هو ديك المعيوره ويحيد الشكاره ماشي ديك اللعيبه ديال بغى يزرب عليك فهمتي باش يخلعك بحال هكاك حيد الشكاره ويحيد الجاكيطه واللعيبات ويجي قاصني داك الراجل ما لقى ما يشد فيه ويجي عندي هو يشنق عليا. انا عندي واحد القاعده كنطبقها هنايا ديما كنطبقها انا عمري غادي نضارب معاك الا بقينا في المعيور عمري غادي نضارب معاك واخا تعايرني نعايرك ولا باش نحني راسي ونزيد تقدر تعايرني ونحني راسي ونزيد ولكن فوا تقرب ليا زعما تشدني ولا تضربني انا ديما كنتسنى الضربه من عندك ولا الشنقه من عندك ولا اي تصرف من عندك عاد ديك الساعه كندخل في المضاربه. هو حكم على راسو باننا خصنا ندخلوا في المضاربه هو شنق عليا ولعبات انا صافي جهدي هذا وصلت لي لهنا ما عندي ما ندير لك فوا شنق عليا تشكاني على الطوموبيل هذيك الساعه وانا نبدا نشير بيدي ما تعتبروها زعما راني سوبرمان ولا لا ماشي هكاك لا غير هو ما تحقرش شي واحد يكون ساكت ولا شي واحد داخل سقراته عمرك ما تحقرش شي واحد فوا ضرب شي واحد 3 ضربات كروشيات اللي وجهنيش انا فهمتي داز الدم وكنقول ليه اسمح لي من تما وانا بارك كنضرب ضرب توصلت طلعنا للطروطوار بقينا غاديين تتلح فوق واحد البلاصه فيها الغيث فتنا ديك الكرواز وحنا بالدريب بقيت كنضرب فتنا طاح الارض ومنين طاح الارض زدت بقيت كنضرب. هنا فين غادي يوقع لي داك المشكل ديال الباطل ديك الساعه منين كنت انا كنضرب فيه بنادم ديك الساعه تجقجقج وتجمع دغيا عطاسي تجمع بنادم صاحبي. المهم هو طاح الارض انا بقيت كنضرب جبدني كندافع على راسي صافي وليت كنسمع ديك اللعبه ديال الحقار وانا كنضرب كنسمع ديك اللعبه ديال الحقار ومالك حقار هو الحقار انا وبنادم مجموع واللي كندور كنشوف كيقول لي حقار لدرجه انه واحد خونا مول الموتور كان غادي حبس الموتور ولعب حتى هو من دوك ما عرفتش هو معاه ولا ماشي معاه. المهم من دوك الشميكيرات هو ديك الجاكيطه دودون فيها جمجومه هو قال لي هو الحقار وانا نمشي نقصد شو كنت غادي نضارب معاه حيت انا ما هما ما شافوا السيتياسيون كيفاش وقعت غير جاو بداو لي حقار ماشي راجل حقار كتحقر عليه والمشكل هو راه غلط مني عامر عليا وهو اللي جبدني انا دافعت على راسي. المهم حوايجي كاملين عمرو بالدم ما عرفتش منين خرج لي داك الدم من النيف ولا ما نعرف. المشكل الكبير هنايا اللي وقع هو انني منين كنت كنضارب وشافوني الناس وضربت اللعيبات وتكيت الارض جاو البوليس هما ما كانوش جايين على قبلي غير كانوا دايزين من تما راه الحياه عندي انايا فيها واحد الزهر اقسم لكم يمينا فات ماشي محني فات الحنايان اللي هي انا حياتي كامله كنحضر لمطايفات بالسيوف وبالجناو وبالكلاب وبكل شيء عمرهم حضروا البوليس لذاك الشيء حتى كتسالي المطايفه حتى كتفرتك عاد كيجيو البوليس انايا وسط المنار دازو من حدايا البوليس هما وقفوا واحد جوج ضابطات دريات وواحد خونا ما عرفتوش هو ضابط ولا ما نعرفت هو وقف صافي هما يجروني جات الطوموبيل هو ناض انا ريحت ماشي ريحت زعما تكيت على الطوموبيل واراك لي الباطل قالوا لي مالكم قلت لي راه هو اللي جبدني ومنين قلت لي انا هو اللي جبدني الناس بداو كينقزوا واحد الشارفه اقسم لكم يمينا هوداش جريت معاها هوداش من البروميير ما عاد كانت في الكوزينه كطيب وتفرجات في داك الشيء هوداش ومنين هوداش بقات عليه راه هذا هو حكار هذا حقر عليه مسكين شنو دار ليه ويلي اش من ويلي تمشي والو اش من ويلي الشي غير دفاع عن النفس. هو من هذا المنبر غادي نقول الدري اسمح لي ماشي اسمح لي حيت هو اللي جبدني ولكن غنقول ليه اسمح لي حيت وقع داك الشيء حيت انا اصلا ما كنبغيش ندخل في المطايفات ولا شي حاجه بحال هكا ولكن جابها الله انت اللي ماشي جابها الله انت اللي درتي داك السبب باش كليتي فيه لا راه تخرج العينين ما كيوصل لوالو. واحد النصيحه بعدا الدراري اللي فيهم الديبار حيت كاينين شي دراري كيقول لك فيهم الديبار بحال 96 لا كاين واحد النوع
المشروع فيه الديبار اكثر من 90 فهمتي. الديبار ديال الطيماكس كياكل العصا حيت هو فيه غير الديبار، تخرج العين واللعيبات ومالك واي هذوك النوع اللي واي الا طحتي معاه في الواقع كروشيات واللعيبات طيحوا. يعني ما يبقاش فيكم الديبار وحاجه واحده اخرى ما تبقاوش تحقروا بنادم اصاحبي. يعني واحد اللي دوى معاك بالشويه راه ماشي صافي خايف منك ولا شي حاجه بحال هكا، راه حيت هو كيهضر بالشويه فهمتي، ولا هو باغي يتهرب من داك الصراع وداك التخربيق. ايوا في هذه منين جاو البوليس كيف ما قلت لكم ديك السيده هودات واحد الشارف حتى هو الله يسمح الله ياخذ فيه الحق، واجا حدا البوليس بحال قال لي راه هو اللي حقر عليه طيحوا الارض وبارك كيضرب فيه برجليه ولا بحال كنيش فيه. انا كنشوف فيه وكيقول لي ما كتشوف فيا الشارف هذا. حتى البوليس قالوا لي صافي سير بحال نبغيو نحترموا اللي كبر منا بطبيعه الحال نحترموهم وفوق راه، ولكن ماشي بحال هكا، ماشي اي واحد كبير عليا غادي نحترمو. او بحال هذيك الشارفه حتى هي وسمحي لي حيت قلت لك شارفه ولكن راه شارفه انت ما حاضره لوالو كتقولي لي حكار عرفتي كيفاش كتهضر تجمعوا واحد 3 العيالات وتشادي ويلي اختي كيفاش دار لي ويلي مرمدو في الارض وهادي ويلي اختي وكتسمع على البوليس نعلات والله وعليك لابسه الاحمر نعلات والله وي انت شفتي ديك اللقطه صافي ماشي هو في الاول شنو كان باغي يدير ليا علاش نتوما دايرين بحال هكا. المهم البوليس ملي يسمعوا بحال هكاك حيت بطبيعه الحال الهضره كتلاح راه ماشي كيسمعوا كيشوفوا فيه كيسولوهم لا غير الهضره كتبقى تلاح لهم من اللور راه هو اللي حكار لهادي واللعيبات ما بقاوش باغيين يسولوني انايا شنو طرا ولاو كيمشيو كيسولوه هو قالوا لي شنو طرا ليه قال لهم راه حقروا عليا كون هادو اللي حقروا له قال لهم بالله راه كانوا راكبين معايا 3 طوموبيل وين المهم خونا بغى يغرق ليا ولا ما عرفتش انا التفكير ديالو كي داير. وانا البوليس قلت لهم شفتكم بحالاش فهمتي انا اللي توني انا بعثوني سولوني حتى انا نعاود لكم ما سولونيش والله ما سولوني حتى هو كيدوي وانا وليت كندخل كيقول لي صافي احبس. انا باغي ندخل زعما انا تنبغي نهضر تنبغي نقول شنو كاين نقول بالله راه درنا كفيده قال لي هادشي كان علاق بالكفيده ما طرا والو قلت له لا ماشي ما طرا والو راه عوج لي المرايه طرطقها ورجعتها لبلاصه اما كنت بغيت نقيد كون قيدتش معاه حيت نيتي صافي انا شحال من مره كنت كندير بحال كيطراو لي حوادث بحال هكا وصافي كنغمض عيني وكنزيد. المهم واحد الضابطه قالت لي نجبدوا الوراق هو جبد الوراق ما داير لا كاسك لا والو الوراق عنده واحد الورقه وافيه فهمتي يعني كون بغيت نقي انصيفط والله تنصيفط. البوليس قالوا لي واش كان باغي يشفر لك شي حاجه سولوني كون بغيت انا نغرق راه غادي قلت لهم لا راه درنا كفيدو وحنا نهودو عطيتهم انا الوراق واللعيبات ديك الضابط ناري الدريات راه ماشي ديال البوليس صراحه موتور ثانيه باينه ماكينه صغيره قلت ليه هذا موتور فيتشاس راه لي البيرمي لا خالتي راه ثانيه ماشي الضابط يقول لي لا ماشي فهمتي باش يقلب الموضوع دغيا. المهم تحيه للفتيات الضباط ديالنا الله يخليهم لينا. ايوا تقولوا لي باش تفارات راك لي واحد الحريره واحد اخرى انا عيطت على الخوادري السلام والعباد لقيت الخوادري كيعرفوا حتى هذا كتعرفوا قال لي لا راه كنعرفوا راه خدام هادين. جاو دوك البوليس اللي كاينين في الدائره ديالنا حيت دوك اللي شدونا ما كانوش في الدائره ديالنا فهمتي جاو البوليس اللي حنا ديالهم تابعين لهم حنايا. المهم تفاهمنا مع البوليس قال لي شنو واش باغي تقيد زعما الكفيده قلت لي صافي بلاش حيت كون بغيت نقيد من حق نقيد واش الله يسر اللعيبات قلت لي صافي بلاش ماشي مشكل المرايه صافي رجعتها واللعيبات الخوادر طلع كيعرفوا صافي تفاراش. ولكن اللي ما حملتوش هو داك الباطل اصاحبي. تخيلوا معايا يكون وقعات شي حاجه اللي كبيره هاي تخيلوا معايا شي جريمه ولا شي حاجه وانت ما دايرهاش ولكن غير شافوك كتجري ولا شي بلان بحال والله يا خويا تيدوروا لك الحبس والله يا خويا تيدوروا لك الحبس بحال ديك الشارفه العاقصه ويلي يا اختي شنو دار لي ولا يباش ويلي يا اختي الدم داز لي ولا ويلي وباقي لك شرطه وتموتي باقي لك شرطه انت وداك الشارف والله ما حملتهم مازال كاينين شي دراري كيبقاو يقولوا بحال هكا كنقدر ولكن انت عاش هانيه والله تهانيه ماشي مشكل فيها خير غير والله ما نسمح لك حيت كون كانت شي حاجه اللي كبيره والله تكون مشيت للحبس. الباطل خايبه صاحبي وسهله والله حتى سهل ودغيا ضروريه. المهم كنقول للدري اسمح لي اعتذر واخا انت اللي فيك الديفو عمر تخرج العينين كان شي حاجه دخل بعدا دير الكيك بوكسين واللعيبه ديك الساعه خرج عينيك واه تجي معاك ولكن باش تحقر بنادم كيدوي شو ما عمرك ما تحقر بنادم فهمتي حيت في الاخر غادي تاكل العصا. وكنقول لك اسمح لي فوالا هذا ما كان في هذا الفيديو هذا نتمنى يعجبكم بطبيعه الحال اش يعجبكم فيه الباطل ان شاء الله